السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حبايبي النهاردة هنعمل صابون من الصالب، صابون سائل للمواعين. صابون دي طبعا احنا عاملينه في البيت، انا عاملاه هنا في البيت. شايفين الصابون عاملة ازاي؟ الصابون ده يعني مسافة ساعتين كان ناشف، وقطعته بالسكين، وتاني يوم شيلته من المكان اللي هو كان فيه، كنت حاطاه في كرتونة. تاني يوم وتالت يوم بقى زي ما انتوا شايفين كده. ليه؟ دي من جودة البطاطس يا حبايبي. هنعمل منه شوية صابون سائل للمواعين. هنبشر دول كده. الصابونة دي ما شاء الله اللهم بارك، انتوا شفتوني كذا مرة وانا بغسل في المواعين، ما شاء الله اللهم بارك عليها. صابونة هايلة ناعمة ورغاوي، ما فيش اي دهون جاي على ايديكي ابدا. صابونة يعني مش عارفة، سبحان الله بصراحة ما عملتش زيها قبل كده. انا عملته كذا مرة صابون صالب، مرتين ثلاثة زي حاجة زي كده يعني، الا مش طلع زي كده ابدا ابدا. والله انا صريحة معاكم، مش بخبي عنكم حاجة. الصابونة دي عجباني ومش عايزاها تخلص، فنعمل كده شوية منهم صابون سائل النهارده للمواعين، وهنشوف كده هنعمل مع بعض. هبشره مع المبشرة معايا الحبة دول كده. انا استهلكت منه كتير، كنت باخد الحتة كده زي ما هي كده، وهروح احطها في طبق مية واسيبها واغسل منها المواعين. صابونة هايلة جدا ومخلية ايديكي حرير كده، تبارك الله اللهم بارك يا رب. ما فيش اي ضرر واجع على ايدي منه ابدا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفة سمكها؟ والله ولا تجاهز ولا يجي فيها حاجة. مش عشان انا عاملاها، بصراحة ربنا جودتها عالية جدا جدا جدا. وده كله من البطاطس اللي هو الجودة بتاعته عالية، ما فيش رطوبة، ما فيش اي يعني بيبقى فيه اسمر كده، ده مش حلو. لكن كان بياضه فاقع جدا، ده المطلوب. البطاطس اللي تلاقيه ابيض جدا وحلو ده بياضه فاقع كده زي اللبن واكتر كمان، هاتي منه. اما اللي تلاقيه مسمر كده شويه، لا ده ما تسيبوهوش، لان حصل معايا ما خلاش الصابونه نشفت، كانت دايما طريه لحد ما خلصت. طيب يا حبايبي، ان عوزنا ناخد كمان، انا هبشر دول يلا يا حبايبي. خلصت بشر، شايفين البشرة ناعمة وحلوة ازاي؟ عشان الصابونة ناشفة في ايدي، شوفوا نازلة عاملة ازاي. حطيتها على البوتاجاز، خلاص المية هي مش هي هتسيح على طول، مش هتطول يعني، مش هتطول لان هي مبشورة ناعم. سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله انا بحوش في الزيت، ولما اخلص المطلوب يعني هنجيب بطاطس ان شاء الله باذن الله بنفس الجودة، ونعمل شوية من الصابون الحلو جدا دي. حاجة بتكون النجاح حلو يا جماعة. لما الإنسان بيعمل حاجة وتطلع حلوة معاه وتطلع ناجحة، أو هو ناجح فيها، بينبسط صراحة، بينبسط لأن النجاح حلو فعلا. لا قدر الله لو الفشل، ربنا يكفينا شر الفشل، بدمر صاحبه بصراحة. بس الإنسان يقول الحمد لله على كل حال يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اللهم اصلح ما بين ايدينا، يا رب اللهم اصلح ما بين ايدينا يا ارحم الراحمين.
كنت جايبة غزالة بريل، جبتها واستعملت منها مرة أو 2 بالكتير. قلت طب وأني ليه، طب ما أجيب من الصابون اللي أنا عاملاه وأجرب كده، دي أول مرة يعني. رحت حطاه في الطبق بتاع الصابون بتاع غسيل المواعين، حطيتها وحطيت عليها مية وسيبتها خلاص. لقيتها بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة حلوة جدا يعني، مش خليني أقوللك. ونفس السلكة يعني تاني يوم مثلا بنطشها، مش بنطشها أو نستخدمها في غسيل المواعين تاني، يعني الغسلة ولا اللي قلتلكوا عليها يعني بنحوش فيها بيها فضلات الأكل. لا هنا الصابونة بتدنها يعني صابحة، مش بتصدي وبتزيد لمعان، بتفضل زي ما هي في طبق المية دي على الصابون دي يا جماعة، ما بتصديش ولا بتدبل كده ولا بتتنتف ولا اسم حاجة خالص. سبحان الله، ما هي ألمونيوم، هو حلو في الستانلس أو في الألمونيوم والحاجات الحلوة دي. سبحان الله، ربنا هو العاطي، ربنا يعطينا الخير كله يا رب، اللهم آمين جميعا يا رب. يلا يا حبايبي هرجع لكم عشان مش هطول عليكم الفيديو. يلا يا حبايبي وصلنا للدرجة اللي هي، اللهم صل على النبي، معايا حوالي 8 لتر مية، 3 صابونات ادوني الكمية دي ما شاء الله اللهم بارك. كل ما القلب فيه كل ما يعوز مية، بس تحط مية خلاص كده آخر مرة لما يبقى سابق معايا أحسن ما يكون خفيف. طيب معايا هنا، خليكي بس اثبتي كده، طب تعالي، معايا كوباية بريل اهي. يلا هننزل بيها على الصابون، هو مش محتاج والله بس انا عايزة احطها. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة ريحته نفاذة كده، حاطين عليه ايه ده. يلا نقلب، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انا عايزة اللون ده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة الكبشة السيليكون دي، خليها بعيدة يعني، هي طويلة عن المعلقة الخشب، فمخليها بعيدة، ايدي بعيد عن الصابون. اللون بقى لون روز كده او روز، او اخضر او مايل للخضار شوية. حطيت معلقة سكر، معلقة الأكل، معلقة كبيرة، وزيها ملح، وحوالي يعني هنقول معلقة أو نص معلقة جريسلين. طب ما هو الصابون عليه جريسلين وعليه ملح وعليه صابون وسكر، بس أنا زودت مية، فلازم برضو إيه نديله احتياجاته، وبنخدمه زي ما خدمنا الصابون من الأول. ساعة ما حطيت الملح والسكر قلبت شوية لقيته ربط معايا، سبحان الله اهو ربط تاني اهو. بس كده حلو، مش هحط مية تاني خلاص. شوية عارفة اقلب، دراعي وجعني. حتة صابونة مش دابت لسه. شايفين الرغوة ما شاء الله اللهم بارك.
مية هنا كده في الصينية دي، نجيب من تحت كده. تعالوا كده اما نشوف الرغوة. شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. هو كده من غير البريل. انا موريهولكوا كذا مرة وانا بغسل المواعين معاكم. شايفين يا حبايبي الرغوة؟ ناعمة ناعمة. شايفين النعومية؟ يا ريتكم حاسينها زي كده. رغوة ناعمة على ايدي، ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. حاجة حلوة جدا جدا جدا. واللون ده حلو، ده هو ايه، اخضر قوي ولا هو اصفر قوي؟ اللون بتاع الطبيعي يعني. اهو. يلا نديله حبة تقليب كده ونخلص. اللهم بارك. كده حوالي من 8 لتر. 3 صابونات يا حبايبي، 3 حتت صابون، علشان ما شاء الله عليه بارك جامد. اللهم بارك يا رب. ناشفة ونقول معايا انبشرت على ناعمة، مبشورة ناعمة، مخدتش وقت. كنا بنجيبه من السوق الصابون ده زمان عشان المواعين، عشان الهدوم، قبل الدنيا ما تتطور بالشكل اللي احنا فيه ده. بس عمر ما كانت ناشفة بالطريقة دي يعني. ساعات كنا بنجيبها والله طرية يا جماعة، أو مش كانت بتستحمل. بس كل واحد كان بيجيب كمية يعني. خلاص كده اهو. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. يكفيني على حسب الاستهلاك برضه، مش هقدر احدد، بس ممكن اقول شهر، ممكن اكتر، على حسب. انا كنت بحط الخرطة بتاعت الصابون في الطبق، وهذا يعني بتكفيني حوالي من 7-8 ايام وهي على الحوض. ازود بس المية عليها واغسل منها، بتكفيني 7-8 ايام، وممكن 10 ايام والله. اللهم بارك يا رب في حبة الصابون دول، وربنا يعيننا ويقدرنا ونعمل زيهم ان شاء الله باذن الله. كده خلاص يا حبايبي، تمام. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله رب العالمين. معاكم الصابون اهو يا حبايبي، برغبته وبلونه الحلو، بالكمية بتاعته. انا لو عايزه اخفه عن كده احط ميه كمان، لا بس كده كويس. هو هيربط تاني ان شاء الله باذن الله، مش هيدانه خفيف كده، بس هو كده كويس. بعدين حطيت منه شويه في الصينيه، وشفتوا الرغوه بتاعته اهي قدام حضراتكم. صابون صافي، صابون من قلب البيت، صابون بيتي يا حبايبي في الحالتين، الصابون الصالب والصابون، وعملنا منه صابون سائل للمواعين. تمام كده يا حبايبي، تمام. يلا كل فيديو انتوا طيبين، واللي عنده صابون يروح يعمل شوية ويستهلك منهم بدل ما يروح يشتري. حدنا الزيت وحدنا الليمون بنخزنه في الفريزر زي ما تعودنا. بس ايه، نجيب البطاطس ان شاء الله باذن الله،
ونعمل شوية صابون كمان. أنا عندي حوالي 10 كوبايات صابون، يعني حوالي مثلا هنقول 3 لتر زيت مش صابون، 3 لتر زيت. يعني بجلي يعني وبروح محوشة الزيت لما أجي أعمل صابون ونصفيه كويس وبعدين نشتغل بيه. ناقصنا بس البطاس إن شاء الله هجيبه ونعمله مع بعضنا شوية صابون يطلعوا زي دول كده إن شاء الله بإذن الله. يلا يا حبايبي، كل فيديو انتوا طيبين، وإن عجبكم الفيديو اعملوا لايك كتير واشتراك وشيروا الفيديوهات يا حبايبي علشان يروح لكل الناس، علشان يعني الكل يستفيد، وبعدين القناة ترتفع معانا برضو. جزاك الله خيرا يا حبايبي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.